في عمق السودان وسط نار الحرب وصراع النفوذ برز اسم جديد، اسم بقى بيصير الجدل في كل بيت وشارع، اسم أبو عاقلة كيكل. لكن من هو كيكل؟ وكيف بدأ؟ وكيف تحول من ضابط سابق إلى قائد فصيل مسلح ثم إلى حليف مفاجئ للجيش السوداني بعد ما كان بيقاتل في صفوف قوات الدعم السريع؟ حكاية كيكل يا صاحبي ما سيرة رجل عادي، بل هي مراية بتعكس فوضى المشهد السوداني بين الطموح الشخصي والسياسة والدم. عشان كده نحفر في الماضي، نفتح الملفات، نحاول نفهم الحكاية شنو. كيكل الحكاية شنو؟ اهلا بك يا عزيزي في حلقه جديده من برنامج الحكايه. بيقولوا انه كيكل من منطقه البطانه شرق السودان، اتولد هناك وتربى في قبيله معروفه بالحزم والولاء. وكيكل كان ضابط في الجيش السوداني وترقى لحد وصل رتبه رايد قبل ما يحال التقاعد، مع انه ما كان من خريجي الكليه الحربيه الرسميه، ولكن علاقاته واتصالاته داخل اجهزه الدوله مكنته من البقاء قريبا من مركز السلطه والنفوذ والقوه. ومع مرور الزمن صاحبنا حس انه لازم يكون له دور اكبر من انه مجرد ضابط سابق في الجيش، ومن هنا ظهرت فكره انشاء قوات درع السودان. وفعلا يا عزيزي في 2022 اعلن كيكل عن تاسيس قوات درع السودان، وقال حسب تصريحاته انه القوات دي هدفها الرئيسي هو حمايه الوطن والمواطن، وانه القوات دي قوات سودانيه خالصه ما بتتبع لاي جهه سياسيه. وكون قوته دي من منطقه البطانه، وطبعا ما ريحوا الناس، محللين وسياسيين ومواطنين وناس زيي شافوا في كلامه انه زول ده ما صادق في كلامه. وفي ناس بيقولوا انه ده هو عباره عن مشروع خفي مدعوم بايادي داخليه وخارجيه. المهم يا عزيزي الناس ما صدقت، او في بعض الناس ما صدقوا كلامه ده، ورغم اللي بيحصل ده والاراء والانقسامات حوله، ومع ذلك بدا كيكل فعلا في بناء نفوذ حقيقي على الارض، وخاصه في ولايات الشرق والوسط، حيث كان بيسعى ليكون لاعبا عسكريا مستغلا في وجه تمدد قوات الدعم السريع والحركات المسلحه ثانيه. شفتوا اللعبه جايه كيف؟ ولكن الامور ما بتمشي بالطريقه اللي هو عاوزها. ثم جاءت اللحظه التي غيرت كل شيء في ابريل 23 لما قامت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. لقى كيكل نفسه في مفترق طرق، وكان عليه لازم يختار طريق. وفي اغسطس في نفس العام اعلن كيكل عن انضمامه إلى صفوف قوات الدعم السريع. في الوقت ذاك حسب تصريحاته قال إنه انضم لقوات الدعم السريع من أجل المهمشين وضد ما سماهم بالكيزان. لكن برضو الناس ما خلته في حاله. بعض السياسيين والمراقبين وأنا وإنت كان بيقولوا هل إنه كيكل ده فعلا مؤمن بالشعارات بتاعت الدعم السريع، ولا إنه كان بينفذ في خطة مدروسة. وفي ناس اتهموه برضو بإنه عميل للجيش وإنه بيتحرك لصالح الجيش. وفي ناس شايفاه إنه عبارة عن واحد انتهاز بفتش لمصلحته بس، وبفتش على النفوذ في اي جهه كانت، في اي جهه تضمن له القوه، سواء جيش او دعم سريع. يعني ما عنده قشه مره، اي ناس معه. ولكن وخلال تلك الفتره يا عزيزي كيكل شارك في معارك عنيفه ضد الجيش السوداني في الجزيره وفي الخرطوم، وكان دائما بيظهر بخطابات ناريه ضد الكيزان والاسلاميين، وانه الموضوع ده كله من اجل المهمشين. وكان بيتكلم كثير عن النصر وعن الكرامه وعن الوطن. ولكن خلف تلك التصريحات كانت تتوالى التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات وجرائم ارتكبتها قوات درع السودان بقيادة كيكل، واتهامات زي جرائم نهب وقتل وسلب واغتصاب، وجرائم وصلت لجرائم حرب. برضه كان متهم في مجزرة والدنورة التي قتل فيها عشرات من المدنيين. لكن كيكل دافع عن نفسه وقال كل التقارير دي مجرد حرب إعلامية بتستهدف عشان هو اختار الوقوف مع الوطن. طبعا هو لما كان مع الجيش كان بيقول مع الوطن، ولما كان مع الدعم السريع برضه كان بيقول انا مع الوطن. المهم في اكتوبر 2024 فجر كيكل المفاجأة الجديدة واعلن انضمامه الى القوات المسلحة. وفي تصريحات له انه قال انضم الى القوات المسلحة. وقته الخبر عمل ضجة في العالم، رجل قاتل امس ضد الجيش ومتهم بجرائم، فجأة اصبح اليوم حليفا للجيش. وفي تصريح له قال الجرائم والانتهاكات الشفتها، يعني الجرائم اللي عملوها قوات الدعم السريع ده اللي خلاني اطلع من قوات الدعم السريع
وارجع للمؤسسة تحت الأصلية اللي هي القوات المسلحة الرحم الجي منه. المهم يا عزيزي من الوقت داك بقى كيكل بيقدم للشعب السوداني على انه بطل، وبقى كأبرز القادة الميدانيين الموالين للجيش. ظهر في معارك كثيرة في الجزيرة، في الخرطوم، في كردفان، في دارفور، اي معركة كيكل بيقدم فيها كبطل للشعب السوداني. وكيكل بقى يا عزيزي الرجل الأقرب إلى البرهان. لكن رغم الحاجات دي كلها انه الانقسامات والآراء والأزلة ما وقفت. يعني مثلا هل كيكل فعلا بقى الرجل الأقرب للبرهان أم إنه مجرد ورقة مؤقتة في حرب النفوذ؟ وزي ما قلت لك في البداية في ناس اتهموه بحميتي جديد، وزول بيصعد بسرعة بيجمع الولاءات، لكن قد يشكل مشكلة في المستقبل للناس اللي دعموه في البداية، عشان كده شبهوه بحميتي جديد. وبرضه تبقى الاتهامات بتلاحقه من منظمات حقوقية محلية ومنظمات دولية وإعلام معارض، بينما أنصاره شايفينه بطل قومي، زول شال السلاح وبيحمي في بلده وفي وطنه. في النهاية عزيزي حكاية كيكل بتحكي لك مأساة السودان، بلد مليان بالسلاح والقوة لكن يفتقر إلى الصيغة والوحدة. رجل طلع من الجيش، قاتل الجيش، رجع للجيش، وبين تلك الخطوط اختلطت البطولات بالدم والمصالح بالشعارات. فهل كيكل ضحية مرحلة أم صانع مرحلة جديدة؟ طبعا الأيام حتورينا إنه حيحصل شنو، ولكن بين معارض ومؤيد والشايفه بطل والشايفه قواد ومجرم، ما ننسى إنه في ناس حقوقها ضاعت ومستنية حقوقها ترجع. رأيك شنو؟ مستني رأيك في التعليقات. كيكل البطل أم قواد؟ في النهاية عزيزي فلتعيش الجمهورية بسلام، فليعيش السوداني بسلام. السلام عليكم ورحمة الله.